خليك ناصح، اوعى تكتب السعر في عقد البيع عشان الضرايب. طبعا دي أول وأكتر جملة بتسمعها أو بتفكر فيها أول ما بتفكر تبيع شقة، محل، أي عقار. طبعا دي غلطة كبيرة. تخيل إنك بتبيع شقتك وبدل ما تكتب السعر الحقيقي كتبت سعر أقل عشان تقلل الضريبة. ممكن تفتكر إنك كده وفرت، لكن الحقيقة إنك بتعرض نفسك لمشاكل كبيرة جدا جدا جدا. أول حاجة، لو مصلحة الضرايب اكتشفت إن السعر غير حقيقي، وعلى فكرة ده بيحصل كتير، لأن الضرايب بتقارن بين حالتك وحالات مشابهة ليك، ولما بتلاقي فرق، هنا بقى ساعتها هيغرموك غرامة كبيرة وهيخلوك تدفع الفلوس اللي حاولت توفرها ومعاها غرامات تأخير، وممكن تلاقي نفسك متهم في قضية تهرب ضريبي. طب بعيد عن الضرايب، في مشاكل تاني؟ أكيد. يعني مثلا لو حصل خلاف بين البائع وبين المشتري، زي إن المشتري ما دفعش كل الفلوس، هيبقى صعب إنك تثبت الباقي. وكمان المشتري لو حصل أي مشكلة وتم الرجوع في البيع، مش هتقدر تطالب غير بالسعر اللي مكتوب في العقد، وهنا هتلاقي اللي وفرته خسرك أكتر ما ساعدك. طب والحل؟ في حلين. الأول، اعرض السعر شامل الضريبة، وما تنساش إن البيع عرض وطلب، أو اتفق مع المشتري على تحمله ضريبة التصرفات العقارية، أو إنكم تقسموها سوا. المهم إنك تورد الضريبة بمجرد إتمام العقد، وكده تبقى في الأمان. الحل التاني، اوعى تنسى إنك معافى من الضريبة لو البيع تم لأقارب من الدرجة الأولى، زي ولادك أو زوجتك أو أحد الوالدين، وبكده يبقى مش هتقلق من الضرايب. في النهاية، خلي دايما التعاملات بتاعتك واضحة وصريحة، وما تخليش تفكيرك في التوفير والهروب من الضريبة يضيع عليك حقوق كتير، سواء كنت بايع أو مشتري. صدقوني المحاكم فيها حالات كتير بنفس الحالة، فخليك ناصح وافتكر دايما اللي معاه روشتة قانونية عمره ما يتعب. كان معاكم صاحب الروشتة إيهاب عبد الله، شكرا لكم ونشوفكم الحلقة الجاية.